ازيكم عاملين ايه؟ منورين في سلسلة تركاتي اللي مسهلة حياتي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وافضلوا معايا لاخر الفيديو عشان هتعرفوا معلومات مهمة جدا جدا. الفيديو اللي فات احنا كنا بنسأل ازاي لو انا متأخر في تحضيري ان اقدر اعمله في 5 ثواني. المرة دي هنديكوا طريقة تعملوه في 3 ثواني بس. يلا بينا نشوف ازاي. هاجي على جوجل كروم وهروح كاتب جاما. اوكي، جاما هكتب لكم برضو اسم السايت في الكومنتات واختار اول واحده. طبعا الويب سايت هيبدا يعمل داونلود زي ما انا شايف قدامي. هاجي انزل تحت شويه كده، هلاقي عندي في بوتن او زرار مكتوب عليه ساين اب فور فري. هنا بقى لازم تعمل اكونت، فهدوس عليه اهو ظهر عندي ساين اب. طبعا انا عندي اكتر من طريقه، ممكن اكتب الايميل بتاعي او الاسهل اني اختار كونتينيو ويز جوجل. طبعا انا هخش اجيب الايميل بتاعي وارجع لكم تاني. جبت الايميل بتاعي، اخترتش من الايميلات بتاعتي كتير ورحت اخترت كونتينيو. خلاص انا كده بقى عندي اكاونت على جاما واقدر ابدا السحر. طيب، هو هنا طالب مني يعني ويلكم. طبعا انت هتستخدم السايت ده في ايه؟ تيم ولا بيرسونال؟ طبعا انا اخترت بيرسونال، وبتختار اسم الورك سبيس بتاعك وبتقول له كرييت الورك سبيس اللي هو الاكونت بتاعك اللي انت هتشتغل عليه. طيب، هو بيقول لك بقى قولي اكتر عن الاستخدام اللي انت هتستخدمه للويب سايت. هل انت فور ورك للشغل ولا سكول ولا بيرسونال يوز؟ انا طبعا بما اني مدرسه فانا هختار فور سكول. وبيقول لي بقى طب انت الرول بتاعك ايه او الدور بتاعك ايه في السكول؟ طبعا انا هختار مش ستودنت، انا تيتشر، فهختار مدرس. وبعدين قول لي المدرسه اللي انت بتدرس فيها، انا هختار المدرسه الثانوي. تمام. انت ازاي سمعت عننا؟ how did you hear about us؟ انا من التيك توك او من اليوتيوب، كل واحد يختار الاجابه اللي تناسبه. خلاص انا كده تمام، مبروك عليا الاكونت. هبدا بقى بدي 3 طرق اقدر اكريت بيهم، استخدم بيهم الاي اي واشتغل بيهم. طبعا انا هاخد اللي في النص اللي هي بتكريت الباوربوينت، ودي طبعا الموست بوبلر واكتر الناس بيستخدموا الويب سايت عشانها. تمام. هبدا بقى يقول لي ها انت عايز تعمل برزنتيشن ولا ويب سايت ولا دوكيمنت؟ طبعا احنا بنعمل تحضيري بالبرزنتيشن. اول حاجه عدد الكاردز، انا اخترت عدد الكاردز. طبعا زي ما شايفين ان اخر يبقى 10 واكتر من كده بيبقى اكونت مدفوع. طيب بعد كده اختار اللغه. الجميل في جاما ان هو بيدعم اللغه العربيه، يعني اقدر اعمل برزنتيشن بالعربي زي ما احنا شايفين. فانا طبعا هسيبها انجلش زي ما هي، وبتبدا تكتب التوبيك بتاعك او الموضوع اللي انت عاوز تشتغل عليه. طبعا انا بما اني ما يعني مدرسه ماث فانا كتبت الاكسبوننتس اللي هو الاسس. اوكي، وهقول له جنريت. يلا بينا. هيديني الاوتلاينز اللي هي الخطوط العريضه اللي هيبدا يعمل بيها البرزنتيشن. طبعا هو في كل كارد بيتكلم عن نقطه معينه، عارضها لي دي كده الاوتلاينز. عايزه اضيف كاردز تانية في ايدي ان انا احط بوينتس تانية لو شايفه ان دي مش كفايه. اقدر احدد قد ايه الكلام اللي هيبقى جوه السلايد كمان الواحده او جوه الكارد الواحد، سواء اذا كان كتير ولا قليل ولا متوسط. وكمان الصور اللي هيتعمل لها جنريت انا هختار هو انا ليا سورس معين عايزه اجيب من عليها ولا اي اي. وطبعا انا هختار باي اي واحنا جايين نرتاح هنا مش جايين نتعب، فاخترت الاي اي. وبعد كده شويه اوبشنز خاصه بالصور هبقى اشرحها لكم بعدين في فيديوهات جايه ان شاء الله. المهم سيبه زي ما هو ديفولت على البلاي جراوند، هيحط لك الصور از ايه، از باك جراوند في البرزنتيشنز. اوكي، طبعا احنا ممكن نبقى نجرب الاختيارات دي ونشوف الانسب لنا. هقول له كونتينيو. تمام، بدأ يشتغل معايا اهو. بيقول لي بقى الشكل بتاع البرزنتيشن اللي انت عاوزاه، شكل الخطوط، الالوان. باجي من الجزء اللي هو بيك ذا ثيم ده اللي هو بيختار الثيم كلها على بعضها بالشكل بالالوان بالخطوط بكل حاجه فيها. فانا اخترت سبته ديفولت زي ما هو، قلت له جنريت يلا نبدا نشتغل. طبعا انت ممكن تدور فيهم بقى براحتك وتختار الشكل اللي يعجبك او الثيم اللي تعجبك. تمام. هو هنا بدأ يجنريت البرزنتيشن، بدأ السحر. هيوريني بقى الخطوات اللي هو ماشي فيها وهو ماشي يكتب البرزنتيشن قدامي كلمة كلمة من غير ما انا اعمل اي حاجة. هو اللي قايم بكل حاجة بيزد على الاوتلاينز اللي احنا اتفقنا عليها في الاول انا وهو. الاي اي طبعا هو كأنه اسيستنت ليا او مساعد شغال عمال يكتب بقى ايه في كل البوينتس اللي احنا اتفقنا عليها. سحر. طبعا كل حاجه خلصت. جاي بيقول لي في الاخر هابه انت كنت مبسوط من الحاجات اللي انت شفتها دي واللي احنا طلعناها لك ولا لا؟ بقى عايز تجاوب على السؤال جاوبه، مش عاوز تجاوبه ما تجاوبهوش. تمام. هطلع فوق هلاقي فيه 3 نقط هدوس عليهم جنب اسمي. هاجي فيها حاجه اسمها اكسبورت او طلع لي النتيجه. الاكسبورت بيبقى نوعين، يا اما بي دي اف يا اما باوربوينت، وطبعا بيهمني باوربوينت. دوست عليه هلاقي فوق فيه مسج هو بيقول لي اكسبورتنج البي بي تي او الباوربوينت بتاعتك. جيت في الداونلودز لقيتها نزلت عندي باوربوينت جاهزه قدامي اقدر اشتغل بيها
ومبروك. طيب في حاجة مهمة بس محتاج لازم تعرفها، طبعا باوربوينت عظيمة اهي، ان الويب سايت ده مش مجاني، ده بكريدت. تمام؟ يعني انت سيادتك بيبقى ليك 400 نقطة على السايت بتقدر تعمل بيهم 10 برزنتيشن. ده كل الكريدت اللي ليك على الويب سايت، وده العيب بتاعه طبعا. غير كده تبقى عايز والله. ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وشكرا، خير، باي.